والكره لفائده المنتخب الوطني المغربي. اول لمسه لعيسى ديوب كيلعب كره طويله في الوسط الراسيه ديال نائل العناوي. ترجع كره من جديد على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. عيسى ديوب اسماء اللي التحقت بالمنتخب الوطني المغربي، لاعب فريق فولهام الانجليزي، امكانيات مهمه ولا يعطي كذلك دفعه قويه على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. رضوان الحلحال الكره في الوسط من جديد لفائده المنتخب الوطني المغربي. رضوان الحلحال كذلك اللي تلقى التكوين ديالو بفريق مونبولي الفرنسي، كذلك لعب مع فريق الرديف قبل انتقال للدوري الهولندي، والان مع فريق ميشلين البلجيكي، ولعب مع المنتخب الوطني المغربي لاقل من 23 سنه اللي كان وصل لاولمبياد. رضوان الحلحال ترجع الكره من بلال الخنوس، من البناء الهجومي كيحاول المنتخب الوطني المغربي انه ينطلق من الدفاع، مشات على مستوى الجهه اليسرى انطلاقه ديال انس صلاح الدين. هذه محاوله لشمس الدين الطالبي، شمس الدين الطالبي يرفع الكره، محاوله فرصه، تدخل الحارس، تدخل الحارس جيرو اورلاندو. اول محاوله ممتاز شمس الدين الطالبي، لاحظوا المراوغه ثم التمريره داخل مستطيل العمليات، كان سقوط ديال سفيان رحيمي. الحكم طلب مواصله اللقاء في الوقت لتمريره خاطئه خارج ارضيه الملعب وشرط فائده العناصر الوطنيه. لاحظوا غوستافو الفارو طلب اللاعبين ديال المنتخب الباراغواي انه يكون هناك صعود. بدايه جيده في هاد جوج ديال الدقائق. كره في الوسط، تدخل من رضوان الحلحال في الوقت اللي الحكم كيمنع خطا لفائده منتخب الباراغواي ولغابرييل افالوس لاعب فريق انديبينديانتي الارجنتيني. عدد من اللاعبين اللي كيمارسوا بالدوري الارجنتيني والدوري البرازيلي وعدد من الدوريات كذلك الاوروبيه. امامنا رضوان الحلحال الناخب الوطني محمد وهبي، تجربه جديده مع المنتخب الاول في الوقت اللي كان حقق نتيجه قويه، فوز بكاس العالم مع منتخب اقل من 20 سنه. هذه محاوله فائده منتخب الباراغواي لكن التغطيه حاضره. ترجع كره للحارس ياسين بونو كيلعب الكره طويله، القامه الطويله ديال منتخب الباراغواي غادي تدفعنا انه يلعبوا كرات ارضيه. نائل العناوي ممتاز، تصل لاشرف حكيمي. بلال الخنوس، كما قلت بلال الخنوس اللي دخل كاحتياطي في المباراه السابقه، يدخل كرسمي في هذه المباراه. نتابعوا كذلك العمل اللي غادي يقوم به الى جانب نائل العناوي، خصوصا في استرجاع كرات وافتكاك الكره